ندوس على الزرار اللي احنا حاطينه في البيت يكنسلنا ويروج لنا. احنا مش هنعمل حاجه، الستات مش هتعمل حاجه، ده شيء معروف. ده في زرار خفي كده حاطينه ورا باب الشقه، ندوسوا عليه يظبط لنا الاداء ويعمل لنا كل حاجه في البيت. احنا مش هنعمل اي حاجه في البيت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا بس جاياكم النهارده عشان تحكموا معايا بالحق. انا مش عايزه اكتر من الحق، عايزاكم تشوفوا اللي حصل في بيتي واللي حصل معايا وتحكموا معايا بالحق. هل اللي حصل فيا ده يرضي ربنا ولا لا؟ وايوه لبست شبشب رجاله عشان الموضوع كان فوق احتمالي، يعني الموضوع كان فوق طاقتي وفوق احتمالي. طيب عايزاكم تتفرجوا معايا بقى على منظر البيت. انا عايزاكم تتفرجوا معايا على منظر البيت. هل ده منظر بيت طبيعي في بني ادمين وفي ناس عايشة وفي ناس عادية؟ انا ما غبتش على البيت اكتر من يمكن ساعتين 3 مثلا، يمكن غبت 3 ساعات، لا يمكن 4، يمكن وصلت 4 ساعات غبت فيهن عن البيت. رجعت لقيت بيتي في حالة صعبة، رجعت لقيت بيتي حالته صعبة. بصوا ده منظر الصالة مترمية والفرش اللي فيها مترمي والدنيا بايظة. الدنيا أنا أول ما دخلت بيتي اتخضيت. إيه اللي حصل في بيتي؟ إيه اللي حصل؟ أنا سايبة بيتي كويس، أيوة ما مسحتش لأن كان البيت نظيف وكان كويس. فليه إيه اللي حصل في البيت؟ جيت لقيت فيه أكل مكبوب في الصالة، جيت لقيت الدنيا بايظة ولقيت كمية مواعين. أنا مش مسايبة المواعين دي كلها. إيه اللي حصل يعني؟ إيه اللي حصل للبيت؟ مواعين مترمية وهدوم مترمية والشنط مترمية، كل حاجة مترمية في البيت، كل حاجة مترمية وكل حاجة متبعترة. البيت كان منظره صعب يعني. طيب قعدت مع نفسي كده شوية لغاية ما استوعبت الموقف ولغاية ما هديت كده ولميت أعصابي وبدأت قلت يلا ما بدهاش ما فيش مفر أصلا. هنروح فين يعني؟ الموضوع ما فيه إني أنا كنت طلعت مشوار وسيبت عيالي مع راجلي في البيت. معليش واسطة مشوار حنشتري حاجات للعيال وكده ومعليش يعني. لا تمام سداد سداد والعيال هيقعد بيهم، ما فيش مشكلة خالص يعني، هيقعد بيهم. طلعت ما فيش 3 ساعات اللي غبتهم من البيت يعني. جابوا اندومي ونزلوا المطبخ كله عشان الاندومي ودعكة والدنيا، سابوا الباب مفتوح. انا بيتي دور ارضي اصلا والشارع قدامي تراب، شارع تراب، فهوا شديد كان قايم. كل التراب اللي في الشارع والورق والكياس الفاضية دخلت عندي في البيت بترابها، على الفرش وفي الأوضة وعلى الخشب وعلى الدنيا كلها يعني. هنا أنا الركنية اللي أنفضها دي كان فيها كمية تراب غريبة يعني، كانت مليانة تراب غريب يعني. فجيت قلت يلا ما بدهاش معليش، حنمسك وحنفض وحنبدأ وتوكلت على الله. وبصوا طب دي فرشة الأكل، ما أول ما راحوا وحياكلوا جابوا فرشة الأكل بارك الله فيهم، قلت لهم جدعان على الحركة اللي عملتوها. ولكن نفاجأ إن إحنا فرشة الأكل عشان نلقوا الفضلات عليها، لقيت الفضلات من تحت. حد يفهمني ده حصل إزاي يعني؟ هل هم اتغطوا بفرشة الأكل هم وأياكلوا، ولا هم عملوها إزاي الحركة دي؟ يعني إن الفضلات هتجي فوق الفرشة مش تحت الفرشة، لكن إن الفضلات جت تحت الفرشة دي كان شيء غريب علي. فقلت يلا ما بدهاش، خدتها غسلتها وخدت شلت اللي اسمه ايه دي الشنط وشلت الهدوم وشلت الدنيا وبدأت عاد ننفض. بصوا كمية تراب وكمية زبالة طلعت من البيت. يعني منظر البيت والله أول ما دخلت يا أخوانا منظر البيت خضني. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ ويجيكي في الآخر ويقول لك ما انتي هتعملي ما خدمة عادية، خدمة عادية انتي هتعملي. بصوا كمية الزبالة اللي طالعة من بيت عادي في بني آدمين، وجابوا لب قزقزة. أيوة جابوا لب يعني والله العظيم الوضع يحزن. بصوا كمية الزبالة تعبي جردل أساسا اللي طالعة من البيت. يجي في الآخر يقول لك ايه هتعملي في البيت ده؟ أنا حولت لك، ده أنا سحرته، ده أنا البيت ده بالسحر البيت اتحول من كان كده لكده. بس لقيت نفسي حنفرجع ولقيت نفسي مصاريني حتطرشق ولقيت نفسي حننفجر من الضغط. قلت يا بنت اعملي لك صينية رواني، روقي على نفسك في الدعكة والهلمة دي، محدش مستاهل ومفيش حاجة مستاهلة. لو خسرت صحتك ايه اللي هتعمليه؟ قلت لا ما بدهاش. رحت جبت الخلاط وعملت لي صينية رواني، جهزتها ادي سلفي مع المواعين ومع الدعكة، خلي بالكم هي ونية. وجيت حطيتها في الفرن، قلت لها هنستناكي هنا مسافة ما تستوي، انا هنكون زبطت لك الدنيا، هنطلعها عشان تصوري صورة تليق بيكي.
وطلعتها عاد واديتها سيلفي مع الحوض النظيف ومع المواعين بعد ما خلصت المواعين وشطبت الحوض وعملت الرخام والبوتاجاز. بصوا ما خليتش ورايا حاجة، يعني ما خليتش ورايا حاجة. قلت لها يلا ركني لي على جنب كده ابرد شوية وريحي، مسافة ما انا اروح ندوس على الزرار، ندوس على الزرار اللي احنا حاطينه في البيت يكنسلنا ويروج لنا. احنا مش هنعمل حاجة، الستات مش تعمل حاجة، ده شيء معروف. ده في زرار خفي كده حاطينه ورا باب الشقة ندوسوا عليه يظبط لنا الاداء ويعمل لنا كل حاجه في البيت. احنا مش هنعمل اي حاجه في البيت، دي حاجه، دي معلومه احنا عارفينها كستات يعني. اللي ما حطتش لايك تحط، واللي ما اشتركتش في القناه تشترك. والسلام عليكم يا خياني.